النهاردة هنتكلم عن حاجة ناس كتير بتحسها لكن بتتكسف تقولها بصوت عالي، وهو إن في ناس مش بتحب رمضان، مش لأنها مش بتحب العبادة، لكن لأنها بتحس إن الوقت متلخبط والحياة مقلوبة والشهر كله حالة مؤقتة، فبتستناه يخلص علشان ترجع لطبيعتها. وفي نوع تاني من الناس بيربط رمضان بأهداف معينة، زي الجواز أو الخلفة أو تحقيق حلم معين أو هدف معين، ولو ما حصلش قبل رمضان يدخل الشهر وهو محبط وزعلان. وفي سبب تالت مهم جدا خصوصا الستات، رمضان بالنسبة لها وقفة طويلة في المطبخ، تعب وضغط واستنزاف. النهاردة هنفهم ليه كل ده بيحصل نفسيا، وازاي نعالجه بخطوات عملية علشان يرجع رمضان شهر راحة مش شهر وجع. أولا، الناس اللي مش بتحب نظام الحياة في رمضان. في ناس بتحب الروتين الثابت، تصحى تشتغل وتاكل وتنام، لكن في رمضان المواعيد النوم بتتلخبط والأكل بيتغير والطاقة بتقل والحياة كلها تبقى كأنها مؤقتة. العقل بطبيعته بيحب الاستقرار وبيكره الإحساس بعدم السيطرة، فلما يدخل رمضان العقل بيحس أنا مش في نظامي الطبيعي، فبيظهر التوتر والضيق وعدم الراحة حتى لو الشخص بيحب رمضان روحيا. ومع الوقت بيتكون اعتقاد داخلي إن رمضان بيساوي لخبطة والحياة بتقف، فيبدأ الشخص يستنى يخلص علشان يرتاح. حل المشكلة دي، اعملي نظام رمضاني خاص، مش محاولة تقليد الأيام العادية، إنما اعملي روتين جديد لرمضان. يعني تعملي وقت ثابت للنوم، ووقت ثابت للعبادة، ووقت ثابت للسحور، ووقت ثابت للراحة. العقل لما يحس بنظام حتى لو مختلف بيهدى. رقم 2، غيري الفكرة من حالة مؤقتة لأن ده موسم له نظامه، زي السفر أو الدراسة أو إنك تكوني رايحة رحلة. كل مرحلة ليها إيقاعها. رمضان مش توقف حياة، رمضان نمط الحياة فيه موسمي، يعني تعملي روتين ثابت ليكي خاص برمضان بس، وكل رمضان تكرريه. روتين خاص بيكي يريحك نفسيا ويحقق لك الاستقرار الداخلي ويقلل عندك التوتر والقلق، علشان تعرفي تعيشي الشهر بنفسية مرتاحة وتكوني مقبلة على العبادات فيه. نيجي للمشكلة التانية اللي ناس كتير بتقع فيها، وهي إنها بتربط رمضان بأهداف معينة أو دعوة معينة نفسها تتحقق. يا رب قبل رمضان أكون اتجوزت، يا رب قبل رمضان أكون حققت حلمي، يا رب قبل رمضان أكون حققت هدف معين. وإذا مر رمضان ورا التاني والهدف ما تحققش أو الدعوة ما تحققتش، العقل بيعمل ارتباط شرطي نفسي، يعني رمضان بيساوي تذكير بعدم تحقيق الهدف أو التأخير في استجابة الدعوة، وبالتالي يعمل وجع وإحباط، فتبدأي تحسي إنك بتستثقلي رمضان، ويجي الشهر وانتي حاسة إنك محبطة. والشيطان مش هيعوز أكتر من كده، إن شهر الرحمة يتحول عندك لمصدر حزن ويفكرك بالهدف أو الدعوة اللي ما تحققتش. والحل العملي هو رقم 1، إنك تفصلي بين الوقت والنتيجة. رمضان مش موعد تسليم أحلام، رمضان موسم قرب من ربنا. رقم 2، غيري الدعاء من مشروط لمفتوح بالتوكل. ادعي دايما بالأدعية اللي نفسك فيها، لكن ما تقوليش قبل رمضان، ما تربطوهوش بأي دعاء أو بتحقيق هدف ليكي. رقم 3، اكسري الارتباط ده بذاكرة جديدة مع رمضان، وادخلي رمضان السنة دي وانتي ناوية تخليه أحلى رمضان في حياتك بنية جديدة وروح جديدة، واستقبليه بفرحة ورضا. أما تالت مشكلة بتقابل ناس كتير في رمضان، إن كتير من الستات لا شعوريا بقى عندهم إن رمضان بيساوي تعب وإرهاق ووقفة مطبخ بالساعات وضغط عشان ترضي الكل، وكمان بتتحرم من العبادة ومن الراحة، فبتدخل رمضان وهي مش متحمسة. وده مش لأنها مش بتحب رمضان، هي شايلة هم التعب اللي هي هتتعبه، وده بيخلي عندها إحساس غضب مكتوم واستنزاف، وبتفقد بهجة الشهر. هي شايلة بس هم التعب اللي هي هتتعبه في رمضان. فلو انت عندك نفس المشكلة، فالحل العملي للمشكلة دي مش انك تعملي خطة مثالية، مش لازم تعملي أصناف كتيرة أو مختلفة. هتثبتي 3 وجبات رئيسية البيت كله يكون بيحبهم، وهم دول اللي دايما هتكرريهم. رقم 2، اعملي منيو لأسبوعين بس في رمضان، يعني تقريبا هتكتبي 14 وجبة. الأسبوع الأول هو اللي هتكرريه في الأسبوع الثالث، أما الأسبوع التاني هتكرريه زي ما هو في الأسبوع الرابع من رمضان. وفي رمضان لازم تعودي أولادك إنهم يساعدوكي حتى لو كانوا صغيرين، فانتي بتعوديهم إن بعد الأكل لازم كله يرجع الأطباق في المطبخ في الحوض. رقم 3، وقفة المطبخ حوليها لعبادة مش عقوبة، يعني طول ما انتي واقفة في المطبخ تشغلي قرآن
وتعملي ختمة سمعية وتمشي بترتيب القرآن، يعني تشغلي كل يوم جزء وانت واقفة في المطبخ وتسمعيه. ده هيسهل عليكي كتير ورد قراءة القرآن لانك دايما بتسمعي. وجددي نيتك انك بتعملي افطار صائم. واخيرا خدي بالك كويس ان الشيطان مش لازم يخليكي تعملي ذنب قبل رمضان ويسيبك، لا هو كافي جدا انك تدخلي رمضان مستنزفة وانتي محبطة انك محققتيش حلمك او الدعوة بتاعتك اتأخرت، وكل سنة يفكرك بنفس المشكلة لحد ما بقت ارتباط شرطي، او انك تدخلي رمضان وانتي شايلة هم التعب اللي انتي هتتعبيه فيه. فلما يخليكي تفتكري اللي فاتك وتنسي اللي ممكن يجي يبقى نجح. بس الحقيقة رمضان مش شهادة على الضياع، رمضان فرصة للي جاي. اكتبي لي في التعليقات ايه هو احساسك الحقيقي بدخول شهر رمضان. شهر رمضان بالنسبة لك هو ايه؟ حاسة بفرحة بالشهر ولا في حاجة شايلة همها او بتفتكري حاجة معينة ضايقتك؟ وادخلي رمضان السنة دي بروح وروتين مختلف، واعملي فيه السنة دي ذكريات مختلفة علشان اول ما يجي شهر رمضان بعد كده في بالك تحسي انك مبسوطة وسعيدة وتبقي مستنياه مش مستتقلاه. خصصي مكان في اوضتك للعبادة وزينيه. اشتري سجادة صلاة وإسدال جديد لنفسك. كوني ذكرى سعيدة وجديدة بالنسبة لك عشان تمسح أي ارتباط شرطي أو ذكريات مؤلمة ارتبطت بيه. فرحي بالشهر الكريم لأنه كريم، وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسيش تدعميني بلايك وشير وتشتركي في القناة. سلام عليكم.